العالمين. هو لو كنت مكمل جامعة كان صح لك وظيفة أحسن، ولا أنت شو رأيك؟ يا عمي يلي مضى مضى، بعدين شو بالشغل بالسكك الحديدية؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما بعرف، بس إذا جيتي لرغبتي بتمنى أكون شوفير قطار وأكون كل يوم ببلد. شغلة حلوة. الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب. على هو ملك كاتب الاستمارة، رغبتك الأولى هي سائق قطار. مزبوط، سائق قطار. آسفين ما مشي الحال، لأنه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وأنت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مزبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية. لك شبكون يا شباب، خليكم بالدور. كافينا حلب زبري. على حلا؟ ايه كان معنا. يعطيك العافية. كيف تذاكر على الوصول؟ جرب. ما قلت لي أمي عبد؟ إن شاء الله مرتاح بهالوظيفة؟ ماشي الحال، نعمة كريم. بتعرف شو عم فكر لك أمي؟ لا والله شو عم فكري لك أمي؟ عم فكر طالما أنك استلمت وظيفة وصار عندك إيراد، ليش هلأ ما أخطب لك؟ تخطبي لي؟ ليش لا؟ هي عنا بيت والحمد لله. لا أمي، شو هالحكي هذا؟ ما صار لي 5 شهور عم بشتغل، شلون بدك تخطبي لي؟ إيه ما صدقت امتى وفيت اللي علي، شو هالحكي؟ ما رح يهدالي بال ولا اتهنى بعمري حتى جوزك وشوف ولادك قدامي. تذكرة على حلب إذا بتريد. تذكرة على اسطنبول مع منامي لو سمحت. مين حسان؟ عبد الحليم؟ لك معقول؟ ليه بتصير حسان؟ شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شو عم تعمل هون؟ شوفت عينك موظف. هو قديش صار لك عايش بهالقفص؟ يعني شغلة سنتين زمان. مشينا اذا بتريد يا اخي، طول رح يمشي بقى. القطار. طول بالك. يلا دقيقة، ليك هي كرتي، هي رقم تليفوني، اتصل فيني لا تأخر علي عم بستناك ها. ايه خلص ولا يهمك. ماشي. عليه بس القصة. السلامة. تذكرة على حمص. هي واقف عشان بعد ما خلصت تجارة واقتصاد عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. ايوه معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين بسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كلياتها، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفهم. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي، حلو. ايه والله يا عبد الحليم، ما في أحلى من السفر. يعني شو بدي أحكي لك لأحكي لك. بتشوف بلاد أشكال ألوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطآن بتاخد العقل.
يعني بالنهاية السفر متعة كبيرة. صحيح انت ليه ما بتسافر معي؟ انا ايه انت؟ لوين بدي اسافر معك؟ انت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف بدي اقول لك. بالنسبة إلي يعني بحب سافر على بلدان كثيرة، هيدول اللي قلت عنها هدول، بس أنا بحب أروح على إسبانيا، بيقولوا حلوة كثير، هيك قالوا لي، ما بعرف. ايه والله يا عبد الحليم، حلوة كتير كتير. أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من الثاني. إيه، ودخلك قديش بتكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خلي على حسابك؟ لا بالله قديش بتكلف السفرة؟ قديش؟ يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكتر. حلو حلو كثير. خلص بس دبر المصاري بحاكيك بقول لك. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت. يعطيك العافية أمي. أهلين ماما، الله يعطيك العافية. تفضلي يا أمي. هاي المعاش، الله وكيلك ما أخذت منه غير 500 ورقة. إنه بدي أعرف يا أمي ليش عم تصمد كل هالمصاري؟ وشو عرفك إني عم صمم؟ لقيت على رف خزانتك مصاري وأنا عم مسح غبرتها. ايه مزبوط. خلص بعدين بقول لك أمي بعدين. شو عم تخبي على أمك يا درسان؟ لك مو تخباي ما تخباي أمي. بتعرفيني لما أكون هيك تعبان وماني آكل ما عاد أعرف أفكر ولا عاد أعرف أحكي، خلص بس آكل بحكي لك. على عيني ما عاش الجوع. إلهي يا عبد الحليم يبعث لك وحدة تسعدك وتريحني. خلصنا عليه. يلا دقيقة بس دقيقة. السلام عليكم. أهلين أبو عمر. شو القصة ابو عبيد؟ مو جاي على بالك تقبض اليوم؟ ليش اجى المحاسب بالبنا؟ ايه نعم اجا، وبحب بشرك انه طلع لكل واحد منا 2500 ليرة عمل اضافي. شو هالحكي؟ ايه مثل ما عمل لك، هلا انا قبضتها. طيب ابو عمر زكاة عيونك في مجال تقعد محلي شي 10 دقائق بس لبين ما اروح اقبض واجي، اذا ما فيها سألة ها. ايه تكرم عينك، لك على عيني وراسي. الو مرحبا. دخيل عينك ممكن احكي مع الاستاذ حسان؟ ايه. الو مرحبا حسان، كيفك؟ عبد الحليم اهلين فيك. ايه سيدي المبلغ صار جاهز وانا جاهز للسفر. ايه لا كله تمام ماشي. امتى بدك نتواعد؟ انا جاهز. ايه مع السلامة مع السلامة. كله بيصير مو مشكلة. أنت معك جواز سفر؟ لا ما معي بس من بكره بسعى. بدي اقول لك شو مشان الفيزا؟ ما عليك، الفيزا أنا بدبرها، بعرف ناس كثير بالسفارات. طيب قديش بتتوقع تكون مدة السفر حتى اسحب اجازة مشان اعرف يعني شغلة 20 يوم. أول شي عندي 5 أيام شغل بإيطاليا، بعدين بنكمل أنا وياك على إسبانيا. إيه
بالمناسبة هي اسبانيا، تفرج منيح وشوف وين حابب تروح مشان ننظم برنامج السفر انا وياك من هلا. هذا قصر الحمراء. ايه مزبوط هذا هو. وهذا جامع قرطبة. ايوه مزبوط مزبوط. هاي انهار وجبال. مساء الخير عبد. اهلين امي، اهلين، تاخرتي. ايه والله تأخرت شوي لأني رحت لبيت خالك. وشلونهم خالي ومرت خالي؟ بيسلموا عليك. الله يسلم عمرهم يا رب. طب وغيدا؟ غيدا رح تطير من ايدك يا افندي وانت قاعد ولا على بالك. شلون يعني؟ من 3 ايام اجاها عريس زنقيل وغني ومرت خالك موافقة. وغيدا؟ لسه بيقول لي غيدا، شو بدك البنت تجي تترجاك حتى تخطبها؟ لا بس انا يعني بلا بس بلا مس، انت بتحبها لهالبنت ولا لا؟ بحبها امي، بحبها. لكن شلون لك ما بحبها؟ لكان من بكره منروح بنطلبها انا وياك من خالك رسمي مشان ما تطير البنت من ايدنا ونندم انه ضيعنا وقت. وانت مثل ما بتعرف البنت حلوه وادميه وانا بحبها من جوات قلبي وما عندي عليها اعتراض ابدا. امي بس المشكله انا ما معي مصاري هلا، ما معي. ما معك مصاري؟ لكن هدول المصاري اللي عم تصمدهم مشان شو؟ آه. اهلين وسهلين بالساعة حسان، الحمد لله على السلامة. على انه سفرة منهم؟ ليش كم سفرة سافرت بهالكم شهر؟ بالفترة الأخيرة سافرت كذا سفرة، على إيطاليا ورومانيا وآخر شيء على قبرص، وهي السفينة الحلوة جبت لك إياها من هنيك. عجبتها؟ حلوة كتير، كل ما شفتها رح اتذكرها. لك أنا بس بدي أفهم شلون قدران تصبر على هالقعدة بهالإن؟ شو بدي ساوي؟ شغلي هيك. شو بدي اقول لك؟ ضيعت خلق. رحت على اسبانيا شيء؟ يي إسبانيا رايح لها كذا مرة، إسبانيا بلد بياخذ العقل. بس بصراحة أنا كان بدي أروح لها مشانك. هلا أنت مو ناوي تعمل لك شي سفرة بهاليومين؟ ناوي، بس عم بستنى لحتى اصطاد الفرصة. إيه فهمت عليك. طيب والمصاري؟ مو مشكلة. بيني وبينك زملائي هون بالشغل عاملين جمعية بشغلة 12000 ورقة، بس مو هلا رح اقبضها بعد 5 اشهر. طيب بس يصيروا المصاري جاهزين خبرني وأنا بدبر لك سفرتك. بس بدك تستعجل ها؟ بدك تستعجل، الأسعار كل ما عم ترتفع. ولا يهمك، انا مصمم باذن الله. طيب ماشي. هلا اعطيني بطاقة منامي على صوفيا. سفر ومنامة. طبعاً. تكرم عينك، حلوة كتير، يسلموا ايديك. ليه بس يا حسان، الله معك. هيدا؟ سافرتي شي مرة؟ طبعا سافرت. لوين سافرتي؟ سافرت مرة مع المدرسة على الساحل، ومرة يا سيدي طلعنا على حلب، ومرة على سد الفرات، ومرة على تدمو. لك مو هيك قصدي يعني سافرتي شي مرة هيك برات البلد؟ سافرت مع أبي على مصايف لبنان. بتعرفي لغيدا في إلي رفيق اسمه حسان، إذا مو داير صار داير له شي نص العالم. ايه سيدي تهنى. بتعرف بعد أسبوع مراجعة الطبيب بتروح معي ولا باخد عمتي؟ لا، خدي عمتك حبيبتي. Pero la Zaragoza económica ha mantenido siempre una rica cultura urbana.
اهلا يا ابو عمر. انبسط يا عم، اجتك مصاري الجمعيه عدا ونقدا. يسلموا ايديك، الكل دفعوا؟ يا سيدي الكل دفعوا ما عدا كامل لانه اخذ اجازه. ايه مو مشكله مو مشكله، بس يرجع انا باخذ منه. هات هلا. اصبح مسيك، هي 10000 ليره عدهم اخي. يسلموا ايديك يا ابو عمر، يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو رح تساوي بالمصاري؟ في براسي موال بدي غنيه. ايه مثل ما بدك. السلام عليكم. يا عمي غيداء، امي يا غيداء، امي يا عمي. ولي يسلم ايديك. خير امي؟ شلونها غيداء؟ مبروك يا امي، اجاك مهند. الله يبارك بعمرك يا امي. شو وينه؟ حطيناه بالحاضنه لانه مسبق شهر ونص. باينته مستعجل كثير على الجاي على الدنيا. مبروك غيداء، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. ليش ما خبرتوني؟ حاولنا كتير نتصل فيك بس الخط عندك كان مشغول. وما ردت الدكتورة إلا بعملية قيصرية. إيه طبعاً لأنه كانت عم تنزف كتير وكان في خطر عليك وعلى الجنين. ما هو مشكلة حبيبتي، ما هو مشكلة، المهم تقومي بالسلامة أنت ولا صغير. ادخل. استاذ تفضل معي على المحاسبة مشان اتحدث على الحساب. تكرم عيونك. امي معك مصاري؟ ايه معي امي معي. ايه سيدي؟ قديش بدك تعطينا دفعة هلا؟ والله ما بعرف قديش بتاخذوا انتم بالعادة يعني قد ايه؟ هات شي 10000 هلا. ايه ماشي تكرم عينك. مشرف. هاي رح اعمل لك وصل بالمبلغ. بالدور يا سيد بالدور. يعني واذا ما وقفت بالدور شو بدك تعمل؟ سي حسان مو معقول لك. لك اهلين بسنين حسان، شو لساتك عايش؟ انا اللي لساتني عايش. تفضل جبت لك هي معي مشان تعرف انه انا دائما بفكر فيك. شو ها؟ هي حرير طبيعي جبت لك اياها معي من الصين. ليش كنت بالصين؟ وقبلها كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا، بس انا بدي افهم شغله واحده، ما مليت من القعده بهالقبر؟ مليت والله يا سيد حسان، بس شو بدنا نعمل؟ يلا كله كم شهر وبطلع تقاعد، وبعدين اذا الله اعطانا عمر ويسرنا امورنا بسافر معك على اسبانيا. يا سيدي 100 اهلا وسهلا ونعم الشريك والله، بس حط بمعلومك السفره صارت تكلف كثير ها. ولا يهمك، رح اقبض من النقابه وغيرها تعويضات نهايه الخدمه، بيطلعوا لنا شغله 200,000 ورقه، بكفوا؟ شلون ما بكفوا؟ بكفوا وبيزيد منهم كثير. خلص معناتها اصبح اعتبرني خلص سافرت معكم مشي الحال. عظيم، بس فهمني امتى تماما رح تطلع تقاعد؟ ب1/5. حلو كثير، معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف. والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلعت جواز سفر؟ ايه معلوم. تفضل. يا عيني عليك. تمام تمام، معناتها انا رح ابلش اسحب الفيز. هلا انت مو بقيان عليك غير تأمن لي شويه عمله صعبه. ولا يهمك كلياتهم اما. ايه منيح. اوه تمام. عبد
شو رأيك نسافر بالطيارة؟ لا 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 لا، شو هالحكي؟ طول عمري عم بحلم سافر بالقطار. سفرت عالم خير الله، ما بيطلع لي سافر مرة أنا؟ ولو انت اللي بيطلع لك. خلص راح نسافر انا وياك بالقطار. ايمتى؟ الاسبوع الجاي مثل اليوم بلاقيك بالمحطة. واخيرا اخيرا رح اقطع انا هالمرة. يا سيدي مثل ما بدك، طاع انت. الرجاء من السادة المسافرين على متن القطار 44 والمتجه إلى حلب عن طريق خامس وحلب التوجه إلى رصيف 16. الرجاء من السادة المسافرين على متن القطار 53 والمتجه إلى اللاذقية عن طريق خامس التوجه إلى رصيف 13. اهلين عمو. حضرتك الاستاذ حسان؟ اي نعم. انا مهند ابنه لعبد الحليم. اهلا وسهلا. ما شاء الله. وشو صاير شاب؟ الله يخلينا اياك يا عمو. شو وينه البابا؟ والله بابا مريض شوي وما راح يقدر يجي. خير ان شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمو بيقول لك البابا بقدر انا اروح على اسبانيا محله؟ انت؟ ايه انا. معك جواز سفر؟ ايه معي. بابا طالع لي اياه مع جوازه، قال الا ما يلزم شي نهار. هاتوا لقلاك. الاسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالك حتى تسافر معي على اسبانيا. امشي لوصل. على متن القطار رقم 175 التوجه إلى رصيف رقم 15. شكرا. الرجاء من السادة المسافرين المتجهين إلى القامشلة على متن القطار رقم 135 التوجه إلى رصيف رقم 15. شكرا. من قلبي غني لك شغنية تاني. مثل شو يعني؟ يعني شغنية لأحلام. أحلام بدك الصراحة يا غفران، أنا روح قلب الموسيقى الخليجية، وأحلام بالذات أنا كتير بيعجبني صوتها. ويا ترى حفظتي لها شي غناي ولا بتتذكريش؟ ولو يا غفران أنا يلي حافظت لها. تناظر الساعة ولا تدري ليش أزعل عليك؟ مش هاي ولا هاي، اسمعي تقلب. بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، لانت ولي علي وثوبك ما هو من ثوبي، هالراس ما ينحني الا لمولاه، خلك بغيظك موت مالك امل صوبي، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامض عنه يقول، اللي ما يطول العناب حامض عنه يقول. الله يا سلام عليك يا سناء، فعلا صوتك كثير حلو. يعني مش لأنك أختي، بس صدقيني لو اشتركتي بالسوبر ستار كنتي أخذتي الدرجة الممتازة وصرتي سوبر ستار العرب. وشو وصلني للسوبر ستار انت الثاني؟ انا للسوبر ماركت بقدرش اوصل. شو صار معك يا سناء؟ ما خلصتيش تقميع البامي؟ يلا ها ما تقوليش الا خلص، ما بقي الا شوي. تعرفوا ليش بدي اياكم تخلصوا قوام؟ وليش بقى أمي؟ لأنه الأستاذ بيكم بعث لي 40 جرزة ملوخية ولازم ينقطفوا اليوم قبل ما يدبلوا. امي ابي تاجلوش معك لبكره؟ لا يا غالي،
ابي يتاجلوش، خفوا ايدكم يلا خلصوني عاد. بعيني انا شفت المنية حالمة تضرب برمش تصيب وتعمل نايمة، كلمتها في الحب قالت ما عرف طريق الحب وهي عالمة يا سليمة يا سليمة. الله على هالصوت، ما أحلى يا بيي، صوتك أحلى صوت بكل البرارية. يكبر قلبي ان شاء الله. طبعا صوته حلو، لكن لمين طالعه حضرتك؟ اصلا هذا اللي شاطر فيه انت وبناتك. معلوم يا عمي، اذا كان بيكم مطبل بالدنيا ومزمر بالاخره، لمين بدكم تطلعوا انتوا يا دلي؟ الله يسامحك، أنا مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة. معلوم. وليش بقى يا ست الحسن؟ لانه حضرتك صارت الساعه 10 وبعدك ما طلعتش على الشغل. يعني فكرك إذا طلعت على الشغل قبل ساعتين من إسا حتفرق كثير يعني؟ بعرفش والله، بس الناس بتطلب الرزق من صباحيه ربنا، مش بيضلوا نايمين للظهر مثل الاكابر. اي والله يا امي بيي مش عم بقصر. سدي بوزك ولي قال مش عم بيقصر، قال ولك الرزق بده حركي، بدوش كسل وتنبلي. وك يا شهيرة 100 مرة قلت لك افهميني مشان الرسول، 100 مرة قلت لك انه ضيعة الابرارية منحوسة ورزقتها قليلة، والسبب هو انه المصاري ما فيش بيد الناس، مصاري بيد الناس ما فيش حتى يتبعزقوا ويشتروا. ولكم اسمعوا على هالحكي، قال فيش مصاري، قال وك يا زلمه شو انت عم تبيع برادات ولا غسالات؟ مثل ما عم قلك، وصدقيني الناس عم تشتري مني بالدين، وفي منهن فاتح لهم دفتر حساب كمان. وحق الله اللي بيسمعك بيصدق، قال الناس عم يشتروا منه بالدين، قال وك يا زلمه مشان شويه دبابيس وكم بشط شعر عم يشتروا منك بالدين. اي والله مزبوط يا امي، ام جميل اشترت منه اساور وقنينه عطر وقالت له باول الشهر بوفيك حقهم. وكمان ابو صالح عيفان اشترى منه مقصين وملاقط غسيل وما دفعلوش حقه. هاي قولوا لها لامكن الخانم مفكرة اهل البرارية مليونيرية وعم يشكوا القلة بعد. وك يا ام سناء، البرارية اذا ما اجاها موسم محرز الناس راح تموت من جوعها. ودخلك؟ اذا كان هيك ليش بتغير شغلتك؟ وشو بده يشتغل يعني؟ شو بيعرفني وليه؟ انا زلمه ولا هو بيني وبينك يا ام سناء، امبارحة شفت منام خلاني فيق من نومي وطير الناعوس من جفوني. ها وشو هو هالمنام بقى؟ والله ما بعرف، بس شفت بمنامي شيخ جليل لابس ابيض بابيض وعم يقول لي يا ابو سناء ليش ما بتنزلش على الشام؟ انزل على الشام لانه بهالنزله رح تسمع خبر حلو ورح تتوفى. بقى شو رايك بهالمنام الغريب؟ لا غريب ولا شيء، اسا مفكر كل المنامات مسخره؟ ولك يا زلمه ياما في منامات بتصدق وبتتحقق وبتخلي الواحد يصير فوق الريح. بس يا حسرتي يا شحاطي، ما جوزي وبعرفك، ما انت كسلان ومش عارف ربك وين حاطك. اسا اتشتغليش فينا من عند الصبح يا شهيرة، خلينا رايقين وعم نغني الله يرضى عليكي. يلا السلام عليكم، بدك شيء؟ لا بديش شيء. بيي بنستناك على الغدا ولا بدك تتأخر؟ لا تستنونيش على الغدا، أنا برجع بعد المغرب. لكان ليك عمال جدك تبعث لنا حمص وعدس وقليل الزيت، مش تنسى مثل عادتك. ومع مين بدي ابعتهم يا بعد عيني؟ بعثهم مع مرعي ابن ام مرعي. تكرم عينك يا شهيرة بن جد الله الطفصان، قال ابعثهم، قال لك يبعث لي حمه، يبعث لي حمه على هالحياة هذه. قال ابعثهم، قال شهيرة بن جد الله الطفصان مش قليلي. وانت وهي ولي قبروا خلصوا عاد، الحقوني على قلب لقوة البيت. تدري ليش ازعل عليك، عاشقك واموت بيك، تكسر الخاطر بدوني ينكسر قلبي وجيك، لو تفارقني ثواني اكتئب واكره زماني، لا تخليني اعاني وانت في عمري شريك. تدري ليش ازعل عليك، تدري ليش ازعل عليك، تدري ليش ازعل، ليش عاشقك واموت بيك. خواتي 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 الفضيات، فراشي محارم دبابيس وقدحات،
اهلا وسهلا بالخموره الحلوه. قديش حق هالسواره؟ والله هذه حقها ب50 بس الك ب40. هسه انت بدك تبيع ولا بدكش؟ شلون بديش بيع يعني؟ طبعا بدي بيع، شو شغلتي لك هنا؟ اصبح حاطيني سوارتين ب30. شو عم تمزحي انت؟ عم تمزحي ولا جنيتي؟ لا مش عم بمزح، بس انت سعرك غالي كثير. شلون غالي بقى؟ ايه انا وملكيش علي يمين تحلفيني، شاري السواره الوحده ب35 ليره. تاخد شو تعطي معي كثير، اذا كنت بياع عن جد باخذ منك 4 اساور ب60، منيح هيك؟ امنت بالله على هالنهار. وك يا عمي روحي العبي بعيد، بدك ياني بيع بخساره يعني؟ مش احسن ما تضل بضاعه منحوشه بخلقتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تفضلي يا ستي، وهي 4 اساوير. هيك ها، شفت ما احسنها؟ شو بك ابو سناء، فيش كلمه مبروك؟ ماشي الحال، مبروك عليك، الف مبروك ان شاء الله. الله معك، مع السلامه. قرب يا حباب، قرب يا صبيه، قرب يا حباب. معنا فراش اسنان وكبريت وخيطان، معنا محارم ومعنا خواتم، معنا هدايا للنسوان. مشان الله جابروني، مشان الله اشتروا مني، مرتي اذا خسرتوني ابدا ما بترضى عني. معنا فراش اسنان. مرحبا عمي سلام. اهلين بالقموره الحلوه، شلونك يا سليمه؟ الحمد لله نشكر الله. معك مشط سمسمك؟ تكرم عينك، تفضلي. وبدي ليفي ناعمي حتى ما ينهرش جلدي. سلامة جلدك يا سليمة، وهي ليفي ناعمة كثير، كل ما فرقتي جسمك فيها بينعم أكثر. يكثر خيرك. شلونها غفران؟ كويسة كويسة، بتدعي بسلامتك. وسناء؟ اسم الله عليها سنوقتي مثل الغزالة. لساته صوتها حلو؟ طبعا لكان حلو كثير، أحلى من القطر يا سليمة. لساتكن ببيتكن القديم ولا نقلتوا؟ وليش لحتى ننتقل منه؟ نحن حالفين ما ننتقل منه إلا على الدار الآخرة. عمي أني بعد بكرة عرسي، وحابة أعزم سناء وغفران إذا ما عندكش مانع. ألف مبروك إن شاء الله، منتشرف يا سليمة. ذكرني عمي بو سناء، وين عنوانكم؟ على كتف وادي الإبرارية، بين البير القديم وبين شجرة البلوط الكبيرة. إيه عرفتوا، اليوم المساء بمرق لعندكم وبعزمون. خاطرك؟ شو خاطرك؟ ما دفعتليش حقي. مش مشكلة، ببقى بحاسبك بعدين. خاطرك. الله معك، مع السلامة. أني شفتي يا حالمة، تضرب برمشة تصيب وتعمل نايمة. كلمتها. سلم دياتك عمي بكامل. الله يسلمك، مع السلامة. شو يا رنا، بدكيش تشتري؟ مفلسة مثل العادي، انت واهلك مفلسين. قرب يا حبيبي. مرحبا ابو كامل. اهلين ابو سناء، شلونك اليوم؟ شو شلوني؟ حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوس. الله عليك يا ابو سناء، شو بتظلك متشائم؟ ماليش متشائم يا ابو كامل، بس مصاري الناس صايرة عزيزة عليها كثير. المهم قبل ما انسى، اعطيني يا مرحوم البي كيليين حمص وكيليين عدس وقنينة زيت، بس يكون ممتاز الزيت ها، وزاهي، غير زيت زاهي اباخدش. طبعا انت بتعرف طعم تمك، بس كيف بدك تحمل هون؟ ما تاخذنيش، انت حامل حمل القديش بيطح تحته. اصبح ابعث لي اياهن على البيت اذا بيصيرش تفوق لي، حتى تلحق مرتي تطبخ لنا لقمه. على عيني. تفضل خيي، قطع حقي، تفضل. يسلم واليدين. الله يسلمك يا ابو كامل. هيك طلعنا خلاص. ماشي الحال. الله يعوض عليك بالاكثر. امين يا رب العالمين. السلام عليك. وعليكم السلام، مع السلامه. أنا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين، أنا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين. يلا يا أوادم، لك يلا يا نزوين، اشتروا مني شي خاتم ولو بعتوا بالدين. أنا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين، بياع الخواتم.
شايفة الجو شو رايق يا سناء؟ ايه والله يا غفران، النسمة باردة وعليلة. سنوقة حبيبتي، غني لي شي غنية بصوتك الحلو. ايه على عيني، بس بخاف امي وبيي يفيقوا على صوتي. ايه وشو فيها؟ إيه الناس بتفيق على اصوات الشحارير. تكرم عينك، لكن اسمعي. هاللي جرى من مراسيلك، هاللي جرى تيرارارارا، بس اما تيجي وانا احكي لك هاللي جرى تيرارارارا، هاللي جرى من مراسيلك، هاللي جرى تيرارارارا، بس اما تيجي وانا احكي لك هاللي جرى تيرارارارا، وامسح دموعي في منديلك هاللي جرى تيرارارارا، بس اما تيجي وانا احكي لك هاللي جرى، هاللي جرى، هاللي جرى. شو بيي بعدك ما نمتش لإسا؟ مبلا نمت، بس فقط على غفلي بعد ما شفت المنام الغريب. خير يا ابو سنة، شو اللي فيقك من النوم؟ والله يا شهيرة هالمنام يلي عم شوفه كل يوم رح يجنني. نفس المنام يلي عم تشوف فيه الشيخ يلي عم بيقول لك انزل على الشام؟ اي والله يا بنتي نفسه، يعني هي 5 مرة بشوف فيها نفس المنام، والشيخ اللي لابس أبيض بأبيض وعم يقول لي انزل على الشام بتتوفق وبتسمع خبر حلو. والله يا ابو سنة، اذا كان هالمنام عم ينعاد معك كل يوم معناتها لازم تنزل على الشام، بلكي الله دخيل اسمه بيفرجها عليك. بيني وبينك يا بيي خسارة ما فيش، فخذ هالبضاعة على الشام واتكل على الله. حاكم البرارية صارت بخيل كثير والرزق فيها قليل. ولك تقبريني انت ما هي بحكياتك. تعال اقول لك، تعال ليك، يعني اذا صرت بتنزل على الشام بلكي الله دخيل اسمه بيفرجها عليك وبيفتحها بوجهك ومنجمع جهاز هالبنت. حاكم هذا خطيبها لسناء نقر راسي وهو عم يستعجلني من شان الخطبه. هي قولي. ايه والشغله فيها شي خساره. امي شو عم توشوشوا انت وبيي؟ في شي مخبينه علينا ولا شو القصة؟ لا يا تقبروني، انتو في شي بيتخبى عليكم. ليكم بيكم وافق من بكره ينزل على الشام يسترزق اذا الله راد، ولا لا يا ابو سنه؟ لا ماشي الحال ماشي الحال، وانت اللي قلتي. للصبايا للشباب للخطايرة، كله من الأصلي، كله موجود عندي. حامل أنا البسطة وبضاعة البسطة. قرب يا حبيبي، قرب يا حبيبي، حامل أنا البسطة. يا الله يا الله يا ما انت كريم يا رب، يعطيك العافية يا عم. الله يعافيك. اهلين. دخلك شو اسمها الحارة هذه؟ ليش بقى شو بدك باسمها؟ شي عم بسأل سؤال بس، حرم يعني سؤال. لك ان شاء الله يكون اسمها العفاريت الزرق. انت شو جابك لهون؟ اي شلون شو جابني لهون؟ بدي بيع بضاعتي. قديش صرت بايع من الصبح لهلا؟ قديش صرت بايع؟ قسما بالله ما بعتش ولا بفرنك سوري، مع اني طلعت على السوق الساعة 6 الصبح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرزقك يا عمي، الله يرزقك ويرزقنا. امين امين يا رب العالمين. ماشي بهذه الحارة يا ناس اشتروا مني، ما راح بيع بخسارة، الدين ببهدلني. جابرني يا شامي يا تقبر عظامي،
بركي ربي بيرزق يمكن يحن عليا. قرب يا حبيبي، قرب يا حبيبي للصبايا للنسوان. هذه أول مرة بيكم بغيب كل هالوقت عن البيت. الله يرزقه ويرجعنا يا بالسلامة يا رب. آمين يا رب. هذا على الحساب، صار له 5 أيام غايب. أكيد توفق حتى غاب هالغيبة، مش هيك أمي؟ قولي الله يوفقه ويرجعه بالسلامة وحامل معه خبر حلو. عم بيع الناس أشكال والوان، كركر خيطان ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي، قرب قرب، عد من الأصل أشكال ألوان، حامل أنا البسطة وبضاعة البسطة، عم بيع الناس أشكال والوان، كركر خيطان ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي، قرب يا اللي بدك تصالح حميتك. يعطيك العافية. أهلين وسهلين، شلونك اليوم؟ شو بدي قل قسما بالله يا رجل ما استفتحتش بمليم واحد من 5 أيام لحد هالتاريخ. العمى معقولة؟ ولكن اشتهيت بعليفي عيلتي كبريتي عبث، ما فيش حدا عم يشتري مني. ليش؟ شو السبب؟ الله وحده بيعلم. تعا قرب يا حبيبي، عود عمي عود. يسلم نيتك. والله مبين عليك انك زلمه غشيم وعلى نياتك. وليش بقى على نياتك؟ طبعا على نياتك. معقوله جاي تبيع المي بحاره السقايين؟ شو مجنون انت؟ شلون يعني؟ ولك حبيبي انت جاي على الشام مالك بالضيعه، يعني لا تاخذني. بالشام في كل شيء، ما حدا بحاجه لبضاعتك. الشام فيها دكاكين وفيها ميني ماركت وسوبر ماركت واكشاك فخمه ومحلات كبيره بتبيع من البابوج للطربوش. بقى وين فايت بهالعجقه؟ يعني ماليش خبز بالشام؟ طبعا مالك خبز، يعني لا تواخذني بهالكلمه. البسطه الصغيره اللي ناتعه على ظهرك كل 10 امتار بتمشيهم بالبلد بتلاقي احسن منها بمليون مره. يعني فيش امل اني بيع شيء؟ والله يا عمي بهيك حالي ما في امل منوب. ايه الله كريم. انا اللي بدي افهمه بس ايه انه انت شو جابك لهون؟ بصراحة يا عمي مرتي هي اللي جبرتني. ما فهمت، مرتك شو دخل بالموضوع؟ هي قالت لي انزل على الشام حتى يتحقق منامك. منام؟ أنو منام؟ يا سيدي بصراحة ومش راح خبي عليك لأنه باين عليك إنك طيب وابن حلال. الله يجبر بخاطرك. الحقيقة أنا عم شوف بمنامي وكل ليلة شيخ مهيوب ولابس أبيض بأبيض وعم يقول لي انزل على الشام بتتوفق وبتسمع خبر حلو، بتسمع أحلى خبر بحياتك. ولما عاد المنام كثير قالت لي مراتي انزل على الشام واسترزق وما فيهاش خسارة المسألة. هذه كل القصة. والحقيقة أنا ما سمعتش لا خبر حلو ولا خبر مر، لا ضار ولا نافع. سبحانك يا ربي على هالنزلة المبهدلة. لك يا رجل معقول انت بأنو عصر عايش حتى تصدق المنامات؟ فعلا انك درويش وغشيم ومجنون كمان. ماشي الحال يا عمي ماشي الحال، كله من رب العالمين. الله يسامحك يا شهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس بلا منقولية يا عم. مور انت شو شفت بمنامك؟ يا سيدي شفت شخص عم يقول لي روح على ضيعة، وصدقني بحياتي ما سمعت باسمها. قال لي اسمها البرارية.
وقال لي روح لكتف الوادي وحفير بين البير القديم وشجرة البلوط الكبيرة، وقال لي رح الاقي كنز مدفون. وشوفت عينك، هي انا قدامك، لا رحت على البرارية ولا دورت على الكنز ولا غيره، ونسيت الموضوع من عين اصله. كثر خيرك يا عمي، كثر خيرك يا حبيبي. يعطيك العافية، يعطيك العافية روحي. السلام عليكم يا حياتي انس، السلام عليكم، السلام عليكم. لك وين رحت؟ لك ما بدك تاخذ البسطة؟ مسامح مسامح يا خيي مسامح. ليش المجانين مو ولاد ناس؟